السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بنعمل فيديو لأني توصلت لحاجة مهمة جدا جدا جدا. الحاجة دي طبعا ما تخصش النادي الأهلي أساسي، يعني النادي الأهلي ماشي في طريقه وفي نجاحاته وفي إبداعاته وفي تكسير وتحطيم الأرقام القياسية بتاعته. هو اللي بيحطمها ويعمل أرقام قياسية جديدة. ولكن أنا بتكلم دلوقتي على نادي كلنا عارفينه. طبعا كلكم عارفين هتكلم على مين. على أكبر قلعة رياضية في مصر. قلعة. هو دلوقتي أنا اكتشفت إن هذا النادي ولا اسمه الزمالك، ولا قبل كده فاروق، ولا المختلط، ولا حاليا اكبر قلعه رياضيه في مصر. لا، ده نادي مكابي الرياضي فرع مصر. طب ايه نادي مكابي ده؟ اللي ما يعرفش نادي مكابي ده نادي يتبع الكيان الصهيوني في ما يسمى باسرائيل، لان ما فيش اسرائيل اصلا، في فلسطين الحره الابيه. طب ليه بتقول كده؟ لأن نفس سياسة الصهاينة ودماغ اليهود الصهاينة هي نفس سياسة هذا النادي، خاصة إن منشئ هذا النادي في مصر مرزباخ اليهودي الصهيوني. ليه بقى؟ طيب هنقول بمنتهى البساطة، أنا ما بفتريش وما بقولش حاجة من عندي، هنقول البراهين اللي بتؤدي إلى هذا الكلام. طلع علينا بقالنا أكتر من يومين أو 3 دلوقتي موضوع كهربا والعقد بتاعه مع الزمالك او نادي مكابي، وهل العقد سليم ولا مزور ولا بيحاولوا بشغل الصهاينة يشغلوا دماغ مين؟ اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، وبالتالي يخرجوه بره تركيزه عن المباراة المنتظرة. اذا كان حسب تخيلهم ان هم هيقدروا يعدوا عقبة نادي فريق بيراميدز، والاهلي هيعدي في نادي سيراميكا، ويتقابلوا الاثنين في النهائي على كاس السوبر المصري. ده في مخيلتهم. طيب هم بقى بيحسبوا فيما بعد. طب الاول عدي عقبة فريق بيراميدز، ماشي، ده حلو قوي. يجي مقدم البرامج الرياضية إبراهيم فايق الزملكاوي، اللي بيبدو للعامة والخاصة إنه محايد، وإنه حاجة. أنا واحد من الناس بحب أتفرج عليه، ولكن أنا أعلم تمام العلم إنه هو زملكاوي. فيعمل إيه؟ فيجي يستضيف كابتن مجدي عبد الغني ويسألوا على واقعة العقد بتاع كهربا. وطبعا مجدي عبد الغني عمره ما هيعترف انه عضو اساسي في واقعة تزوير عقد كهربا، ويتكلموا ويسيبوا الباب موارب ان كده في فعلا حركة ان محمود كهربا مظلوم وان العقد اتزور، لا ده العقد سليم، لا ده مش عارف ايه. نشغل نفسنا احنا اولا كجمهور النادي الاهلي، ونشغل فكر محمود عبد المنعم كهربا. ولكن غاب عن نادي مكابي شيء، ان احنا عندنا دلوقتي مدير كرة صارم جدا وحازم جدا وشديد جدا، اسمه الكابتن محمد رمضان يكاد يحسب ويعد الانفاس اللي بيتنفسها لعيبه النادي الاهلي، دخلهم في معسكر عسكري صارم جدا اللاعيبه الاهلاويه. فانتوا اهروا، العقد سليم مش سليم، العقد سواء سليم او مش سليم انتهى الموضوع. وانتوا خدتوا شويه فلوس حرام كنادي مكابي، خدتوا من الواد مجهوده وشقاه وعرقه، خدتوا فلوس حرام. عشان كده ناديكم عمره ما بتقوم له قومه، ويطلع من ايقاف قيد ينزل في ايقاف قيد، وعمال يدفع اضعاف الفلوس الحرام اللي خدتوها من كهربا لشويه ناس ملهاش اي علاقه بالكوره، دخلوا من الباب بتاع
شارع جامعة الدول العربية خرجوا من الباب بتاع 100 عقبة بتاع الملاعب الصغير اللي قدام المساكن، وخدوا منكم ملايين الملايين. فربنا ما بينساش، وربنا بيسلط ابدان على ابدان. نادي مكابي الرياضي الفرع مصر خد من محمود عبد المنعم كهربا فلوس سحت وحرام، فربنا رزقه من كل دولة إفريقية وأوروبية وشرقية وغربية وملوخية ورز بالشعرية، كله بياخد فلوس. أي واحد عايز فلوس، عايز دولارات، ينزل يعدي من عند 100 عقبة أو من عند شارع جامعة الدول العربية، ويمسك طوبة يخبط نفسه بيها بس، ويرفع قضية على نادي مكابي، ياخد تعويض من الفيفا بالدولارات. لأنه إذا كان في وقت من الأوقات نادي مكابي الرياضي فرع مصر قال إن هو أكبر قلعة رياضية في مصر، لا، هو أكبر قلعة قدام الفيفا، قلعة ملط وعمالة تدفع في ملايين الدولارات لناس ليها وملهاش. فدي الحتة التانية اللي عايز اتكلم فيها والله، وبقترحها على مسؤولي قناة النادي الأهلي ومسؤولي إدارة النادي الأهلي. يا جماعة أنا عايز بس أطلب منكم طلب، وأتمنى لو في إمكانية التنفيذ يا ريت. إحنا عايزين نعمل برنامج لسيد عبد الحفيظ على قناة الأهلي. تخيل معايا عزيزي المشاهد إن في برنامج بالإضافة إلى حارس الأهلي كابتن أحمد شوبير، برنامج لمدير الأهلي، هنقول كده مدير الرياضة في مصر، مدير الرياضة، أكبر مدير رياضة في مصر سيد عبد الحفيظ. تخيل معايا عزيزي المشاهد سيد عبد الحفيظ وأحمد شوبير، يعني ده يوم وده يوم، او الاتنين في نفس، بس الاتنين في نفس اليوم لا، مش هينفع. الاتنين في نفس اليوم عدد الضحايا والقتلى والمصابين هيبقى يفوق الوصف. لا، احنا نخلي يوم للقتلى ويوم للمنتحرين، لان يعني يوم ناس هتقتل نفسها، مش هتنتحر، هتقتل نفسها في مثلا ماتش في يوم اللي هو بيعرض فيه شوبير، ويوم في ناس هتنتحر ما بين مشنوقين وواخدين سم ومكهربين نفسهم في اليوم اللي فيه برنامج سيد عبد الحفيظ. بس احنا بقى مش هننافسهم في حاجة تاني، احنا هنخلي الاتنين دول مستوى ثابت طول الاسبوع في قناة الاهلي، وبعد كده ايه الباقي على اولادنا لعيبة الكورة ولاعيبه كل الالعاب الاخرى، نلعب بقى براحتنا. فمش هنلاقي منافس. يعني نادي مكابي نفسه هينتهي لوحده، هيعمل زي الملح كده اما ترميه في الميه بيحصل فيه ايه؟ بيدوب. تقدر تطلع الملح من الميه تاني؟ لا. فاتمنى من الله العزيز القدير ان هذه الفكره تصل الى المسؤولين في النادي الاهلي. اما كل الغاغة الإعلامية وكل الأونطة اللي بتحصل من إعلاميين يحسبوا على فريق نادي مكابي الفرع مصر، غرضها الأساسي تشتيت عقول الجماهير والجهاز الفني والرياضي واللعيبة في النادي الأهلي عشان بطولة كأس السوبر المصري، وبالتبعية طبعا بطولة كأس الأفرو أسيوي اللي هيلعبها إن شاء الله الأهلي أمام العين يوم 29. لأن الأهلي بيطلع من بطولة لبطولة في نفس الأسبوع، يعني من 20 ل 24 في بطولة السوبر المصري، يطلع يوم 29 السوبر الأفرو أسيوي، وبعد كده يروح داخل على كأس العالم للأندية، ويدخل على بطولة أبطال القارة، دوري أبطال القارة الإفريقية، ويلعب الدوري ويلعب الكاس. ويعني بصوا على طول على طول على طول، غير الأسد القنوع اللي هو هو طلع مش الاسد على فكره. حابب اصلح المعلومه للكابتن سيد عبد الحفيظ، هو مش الاسد اللي بياكل وجبه واحده في السنه، ده مرات الاسد. معلش يا استاذ سيد، انا اسف ان انا بعقب عليك، ولكن المفروض تقول مرات الاسد قنوعه بتاكل وجبه واحده في السنه. ومرات الاسد هنا كنايه على نادي مكابي المصري فرع مصر اللي مؤسسه مرزباخ.
شكرا. كان واجب التنويه والتوضيح. وطبعا انا مستني كم رهيب من التعليقات والشتايم والسفاله والبذاءات وقله الادب كالمعتاد من نادي مكابي فرع مصر. العادي جدا الموضوع ده، والله عايز اوجه لكم بس حاجه، ما بيأثرش فيا. اشتموا، قلوا ادبكم، اخرجوا عن اطار الادب واللياقه والاحترام، لان انتم اصلا عادي جدا غير محترمين الا من رحم ربي. مش كلهم، انا لا اعمم، ولكن الا من رحم ربي. فانت هتشتم، بتشتمني بامي رحمه الله عليها، بتشتمني بابويا رحمه الله عليه، بتهني وبتهين ولادي واسرتي. كل ده اوسمه على صدري. يعني معنى كده ان انا باجي لكم في الجرح وبحط لكم ملح. حلو قوي، تصدق؟ باجي لكم في الجرح وبحط لكم ملح، وباجي لكم عند التوته وبحط لكم شطه. سلام عليكم.